بدايتي يعني دخلت معهد فنون جميلة قصر الشعراء المرئية. كانت بداية متواضعة، كانت موهبة غير معروفة مخزونة. اللي اكتشف هذه الموهبة أستاذ عادل الطائي، اللي قدر يقدر يكتشف هذه الموهبة، يقدر ينمي هذه الموهبة. فشاف عندي موهبة تصوير وعين حلوة، فالحمد لله ربي وفقني وقدرت أنه أنمي هذه الموهبة من خلال الدراسة. تخرجت معهد فنون جميلة وكنت من الأوائل، وبعد التحقت بأكاديمية الفنون الجميلة، وأيضا الحمد لله دخلت قصص الشعراء المرئية وتخرجت أيضا من اختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني. بعد أحداث 2003 أيضا شاركنا بمعرض فوتوغرافي كان من 8 مصورين انعرض في بغداد والسليمانية وباريس. والحمد لله عندي مشاركات كثيرة، ومنها كان لي النصيب أن أكون أنا أول مصور عراقي يصور بكاميرا الموبايل. كان في مهرجان بغداد السينمائي الأول في 2005، وأيضا له مشاركة في المعهد البريطاني الثقافي في القاهرة في مصر، وأيضا في مصر عملت كثير من المعارض، والكثير من المعارض الحمد لله ربي وفقني بها. يعني أنا دائما أقول أنا كمدرس تصوير وعملت في تدريس التصوير وأدرب الطلاب، أنه المصور الفوتوغرافي أو كان مصور أي مصور كان سينمائي أو تلفزيوني، أهم شيء في المصور يكون رؤية المصور، عين المصور. الآلة هي مجرد آلة تترجم ما بأفكارنا. فأنا كيف مثل الرسام الفرشاة هو يرسم، الفرشة هي ما تصنع لوحة، فأيضا الكاميرا هي ما تصنع صورة، إنما هو عين الإنسان وفكر الإنسان المتميز. لأن المصور الفوتوغرافي هو دائما يختلف عن كل الناس الاعتياديين. فأنا استخدمت آلة الموبايل، كاميرا الموبايل آنذاك كانت أصلا كاميرا بسيطة، يعني حاليا كاميرات الموبايل يعني بدأت تنافس الكاميرات الاعتيادية الفوتوغرافية. فوظفت هذه الكاميرا بأن أطلع نتاج فني جميل، وبنفس الوقت أقدم رسالة بها مضمونين. المضمون إنه الآلة هي مو مهمة، إنما فكر الإنسان هو الأهم. وثاني شيء إنه الاستخدام خلينا نقول الحسن لهذه الكاميرا آنذاك. يعني فالحمد لله ربي وفقني وقدرت أقدم أعمال جميلة وحققت يعني برأي النقاد نجاحات يعني. أنا من زمان بصراحة خليني أكون صريح، أنا رفضت إنه أشارك بمسابقات، لأن وصلت مرحلة إنه الإنسان المصور الفنان هو اللي يعمل معرض، الناس تجي له تحب تشوف أعماله. المسابقات في بداية المصور حلوة، لكن في بعدها لا. بس اللي خلاني أشترك بهذه المسابقة إنه أنا كنت غايب كثير عن الوسط الفوتوغرافي العراقي، خاصة بعد سفري للقاهرة وقضيت 4 سنوات هناك. فحبيت أرجع للجمهور المتلقي العراقي، فشاركت، ومن حسن حظي أنه فازت عندي صورة فوتوغرافية من ضمن الفائزين ال9 في هذا المهرجان. وهي عودة، هي العودة أكثر من الجائزة، أنا عندي أجمل من الجائزة، لأن ويا الناس ويا المتلقين ويا طلابي ويا الناس ويا حضراتكم، فهذا هو الأجمل جائزة عندي. أنا سافرت 2006 إلى القاهرة، وسافرت بظروف، كان ظروف البلد أنا ذاك معروفة، فما كنت متصور أنه أنا حوقف بالقاهرة وأدرس. المعروف كل الناس اللي توصل للقاهرة هي تدرس، وخاصة القاهرة خطرة من ناحية التصوير والإعلام والسينما. ربي وفقني أيضا. في البداية ما أخفي عليك أنا كنت خائف، يعني خائف لأن رهبة الوقوف أمام شعب يعني متعطش للفن وعنده علم كافي للتصوير. فأساس القوي معهد فنون جميلة هو اللي خلاني أوقف بكل شجاعة وبكل قوة أنه أوقف وأدرس. فهذا أعطاني أيضا حافز كبير أنه أنا دا أمثل بلدي ودا أوصل صورة جميلة
للناس اللي هم برا ما يعرفون مستوى الفنان العراقي أو المدرس العراقي أو المصور العراقي. بالعكس هذا الشيء الثاني حافز والثاني طموح أكثر، ونفس الوقت إنه خلى إنه المصريين يعرفون العراقي مدى قوة العراقي بالتصوير الفوتوغرافي. وهذا معروف إنه المصور الفوتوغرافي العراقي هو خطر، يعني جدا خطر. فالحمد لله يعني قدرت أدرس هناك أكثر من 200 طالب وطالبة، كانوا أغلبيتهم كانوا مصريين، أيضا بعد المصريين كانوا أيضا في طلاب عرب وأجانب. فهذا أيضا تعرف خلى اسمي ينتشر أكثر. والحمد لله بالأخير أنه أنا كنت راضي على نفسي، أنا عملت شيء يخدم بلدي ويخدم شعبي واسمي، ونفس الوقت هاي رسالة أوجهها لكل العالم، أنه العراقي هو إنسان طموح ومبدع في كل مجالاته. جولتنا في عوالم الثقافة والمعرفة لهذا الأسبوع انتهت، ولكن انتظرونا في الأسبوع المقبل في نفس التوقيت. في أمان الله.